طيب نتكلم عن اخبار نادي الزمالك. والشناوي بيرفض الراحه، بينتظم في تدريبات الفريق. احمد الشناوي كان موجود مع منتخب مصر لكنه لم يشارك وبالتالي موجود مع فريقه. اسلام جمال بيغيب عن مران الزمالك، وباولو دونجا في التاهيل. وهقول لكم على خبر كده فيما يتعلق بدونجا كمان شويه. اسامه ابراهيم تمثل للشفاء وبينتظم في تدريبات الزمالك، تدريبات خاصه كان شارك فيها في بدايه المران وخضع الاختبار الطبي. بتكلم على اسامه ابراهيم علشان يقرر الجهاز الفني مشاركته في التقسيمه اللي اقيمت في نهايه المباراه، وكمان كان خاضع لبرنامج تاهيلي خلال الفتره اللي فاتت. مهندس هاني زاده بيتواصل مع السفير لترتيب رحله الزمالك الى الجزائر. دايما باشيد بهذا الرجل مهندس هاني زاده، واحد من الشخصيات الناجحه جدا في مجلس اداره نادي الزمالك فيما يتعلق حتى كمان بالتجهيزات لبعثه الفريق. كان تلقى المهندس هاني زاده اتصالات من السفير المصري بالجزائر عمر ابو عيش من اجل الترتيب لتواجد فريق الكره في الجزائر لمواجهه اتحاد العاصمه الجزائري. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في هذه المواجهه امام اتحاد العاصمه. الزمالك هيلعب المفروض يوم 21 يونيو بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. واحنا متعودين على سفرائنا الحقيقه دايما التعاون بشكل كبير جدا جدا مع كل فرقنا المصريه. جزء كبير من التدريبات خصصها يعني اناسيو، او جزء خاص كده من التدريبات خصصه اناسيو للونش علشان رفع معدلات لياقته البدنيه. اناسيو كلف كابتن علاء عبد الغني المدرب المساعد بوضع برنامج بدني للونش خلال مران الفريق علشان يزود شويه، بيزود عليه الاحمال علشان يبقى جاهز لنادي الزمالك اكتر في الفتره اللي جايه. انا بحس ان الراجل ده عنده حاجه ممكن تبان اكتر مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. ما اعرفش متفائل بيه، ما بشوف يعني عنده وجهه نظر كده، بحس انه لسه مهم في شويه بوادر، يعني في شويه مؤشرات وحاسس ان هو بيشتغل بدماغه الى حد كبير جدا. الزمالك هيتوجه للجزائر يوم الاحد الجاي لمواجهه اتحاد العاصمه. هيتوجه للجزائر ان شاء الله باذن الله الساعه 8:30 صباح الاحد اللي جاي، وهترجع البعثه يوم 22 الساعه 5:30 العصر. طيب شوفوا بقى، في عندك انت كذا لعيب في نادي الزمالك مش موجودين. يعني ايه مش موجودين؟ ما تعرف لهمش ماسكه. في محمد سالم وفي خالد قمر. فكروني في مين تاني؟ حازم امام. وانا بكلمكم على الموضوع ده، اللعيبه دي في كلام وصفقه كاسونجو كانت بتخلص ان اللعيبه دي تدخل من ضمن الصفقه بشكل او باخر، تقلل من المقابل. يعني انا بحاول اجيب مداخله بس عشان تحسب لنا الجدل بتاع كاسونجو ده وصل لحد فين. هو فين؟ طيب عظيم قوي. عشان احسن لكم الجدل ده، تتكلم في محمد سالم وخالد قمر وحازم امام. الثلاث لعيبه دول موجودين في نادي الاتحاد السكندري على سبيل الاعاره اظن، او كان معمول لهم يعني كان معمول لهم عقد اللي هو العقد الثلاثي ده. بس عشان ايه افهم اكتر وافهم هم داخلين في صفقه كاسونجو ولا لا، هم موافقين ولا مش موافقين، طب موقفهم النهائي ايه، طب هيروحوا نادي تاني غير نادي الزمالك، طب هيرجعوا نادي الزمالك تاني ولا لا، الامور برمتها وصلت لحد فين. انا معايا على التليفون كابتن نبيل ابو زيد وكيل اعمال محمد سالم وخالد قمر وحازم امام. يا كابتن نبيل مساء الفل. يا كابتن كل سنه طيب ورمضان كريم عليك. يا رب عليك وعلى الامه الاسلاميه يا رب اللهم امين. طيب خليني اعرف منك الموقف بقى عامل ازاي؟ في حازم امام وسالم وقمر ثلاثه اعاره نادي الاتحاد، والمفروض الاعاره تخلص يرجعوا نادي الزمالك نهايه الموسم ان شاء الله. نهايه الموسم هم بتوع نادي الزمالك. هو العقد اللي معمول هو عقد الاعاره العادي؟ يعني هم كانوا موجودين على قائمه نادي الزمالك ولا هو العقد؟ مش معمول عقد اعاره، هم ماضيين للزمالك عقد ثاني. ايوه طلعوا بعقد اخضر عادي. طلعوا بعقد ثاني، يبقى هم طالعين بعقد. طيب يبقى هنا بقى احنا عقد ثلاثي خارج العقد ده خالص. ايوه انا فاهم، زي برضه العقد اللي عمله النادي الاهلي مع اسلام الفار، حاجه شبه كده برضه عشان أيوة جابوا وخرجوا وطلعوا اسوان، ولو عايزوا هيرجعوا تاني بعرض او بعقد هو ماضي عليه. طيب هنا الموقف ايه؟ هل اللعيبه بتاعتك ملتزمه بان هي ترجع تاني نادي الزمالك ولا لا؟ وفي حال نادي الزمالك لو مش عايزهم، هي دي ده السؤال الاهم بالنسبه لي. نادي الزمالك مش عايزهم، عايز يطلعهم تاني، عايز يطلعهم تاني اعاره، مدى قبولهم او رفضهم ايه؟ واضح السؤال كده ولا كرره تاني؟
لا، هو نادي الزمالك طبعا بالنسبه لهم زي اي لاعب في مصر يتمنى يرجع ناديه كان اهلي او زمالك. تمام. لكن بالنسبه لدول هم يعني يعتبر نجوم وكده. وفي نفس الوقت نادي الزمالك لو هو عايز يعيرهم تاني لازم موافقه اللاعب نفسه، لو مش موافقه اللاعب نفسه خلاص اللاعب في الوقت ده بيبقى حر خلاص. طيب او بيحط في القائمه ال 25 لعيب ويعيره، لو ما حطش القائمه 25 واللعيب ما وافقش هيبقى كده اللعيب خلاص حر بالنسبه له. لكن هم يعني بيحبوا نادي الزمالك وبيحبوا المستشار مرتضى منصور طبعا، وهيبقى في تعاون يعني بينهم، فمش هيبقى في مشكله ولا حاجه يعني. طيب عظيم. يعني انا بفهم كويس قوي انه اي لعيب في الدنيا نادي الزمالك هيشاور له هيرجع تاني. يعني نادي الزمالك هيقول لخالد قمر يا خالد تعالى احنا محتاجينك هتلعب يا ابني، هيجي جري. محمد سالم نفس القصه، حازم امام نفس القصه، كله هيجي على المدى على الاشاره، ما حدش في الدنيا هيقول اي كلام غير ده. طيب كله مع عبد الخالق وكل الكلام. حلو قوي. الفرضيه بقى اللي انا بقولها لحضرتك دلوقتي، جه نادي الزمالك قال لهم يا اولاد انا مش محتاجكم دلوقتي، يعني يا كباتن يا نجوم انا مش محتاجكم دلوقتي، اطلعوا اعاره هستفيد بيكم. رغبه اللعيبه اللي عند حضرتك ايه؟ يعني محمد سالم رغبته الحقيقيه ايه؟ يطلع اعاره تاني وهو على قوه نادي الزمالك، ولا يشوف حاله بعقد منفرد؟ نفس القصه بالنسبه لخالد قمر، نفس القصه بالنسبه لحازم امام. هم بيقولوا لحضرتك ايه؟ رغبتهم ايه؟ لا هم الثلاثه قالوا يعني الكلام في نهايه الموسم مش هيبقى دلوقتي يعني. لكن في نهايه الموسم لسه ما قرروش ان كانوا هيكملوا او هيمشوا. لو الباشمهندس لو المستشار قال ما لكوش مكان ونطلعكم اعاره تاني ساعتها في الغالب اللاعب مش هيوافق، في الغالب يعني في الغالب مش هيوافق. طيب في الغالب مش هيوافق يعني. هل هم عندهم عروض؟ عندهم عروض كتير طبعا كلهم. عندهم عروض كتير. يعني مثلا خالد قمر بعد الكلام اللي كنا سمعناه اهتمام الكابتن حسام البدري بيه، هل فعلا النادي الاهلي لسه فاتح خط معاه او فاتح خط مع خالد قمر ولا لا؟ لا مش موجود. طيب وحازم الاربعه الخمسه اللي بعد النادي الاهلي والزمالك كلهم عايزين خالد قمر وسالم وحازم. الاربعه خمسه اللي بعد النادي الاهلي، يعني بتتكلم في المقاصه، بتتكلم في المصري، بتتكلم في سموحه، في انبي، بتتكلم في انبي. طب كلها انديه كبيره دلوقتي، كلها انديه كبيره. طيب اخبار رزاق سيسي ايه؟ هو برضه من ضمن اللعيبه بتاعتك؟ ما مضاش لحد خالص. ما مضاش لحد خالص؟ لا ما مضاش. ده انا سامع انه خلص للزمالك وانتهى، وبعدين سامع انه خلص للاهلي وانتهى. لا ما مضاش خالص لاي نادي من الاربعه. هو في انبي وفي المصري وفي الاهلي وفي الزمالك، دول الاربع انديه جديين معانا. طب هتقول لي بامانه مين اكتر واحد منهم قريب بالنسبه للعيب بتاعك؟ هو اقرب اثنين نادي المصري ونادي الزمالك. اقرب اثنين نادي المصري ونادي الزمالك. ورغبه اللعيب ايه؟ عايز يروح فين؟ انت عارف بقى انا معايا في القصه ديت عبد الحميد عادل شريكي ووكيل اللاعب. وهو برضه هيتكلم معاك في نقطه عبد الرزاق اكتر مني فيها، فهو معاك اهو. طيب ماشي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نبيل. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب قول لي ازاي صحتك يا حميد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طيب خليني اسالك على موقف رزاق بقى، ايه النظام؟ هو كابتن نبيل كان متحفظ جدا، قال لي انا مش هقول غير لما تتكلم حضرتك. سيسي فين؟ لا سيسي لحد دلوقتي هو طبعا مركز مع نادي اسوان. انت عارف طبعا نادي اسوان في موقف حرج، وان شاء الله بامر الله يكتب لهم ان شاء الله السنه البقاء باذن الله. يكون سيسي عضو مساهم في ده من النادي، وده كل تفكيرنا وكلامنا معانا. النادي اسوان ده هو اللي عرفه للناس. فانت زي ما احنا بنقول اللي ملوش خير يعني زي ما بنقول في بيته مش هنوصل في حد. ماشي تمام، برضه مش مختلفين. هو اقرب لمين؟ هو اقرب يعني للنادي المصري او نادي الزمالك. للنادي المصري او نادي الزمالك. طيب وهو بيتكلم معاك في ايه؟ يعني هو حابب يبقى موجود في ايه؟ يعني انت عارف كلاعب اجنبي اي لعيب بيجي مصر رغبته القطبين للزمالك، فاهمني؟ نادي انا اتكلمت معاه وقلت له النادي المصري نادي كبير برضه ومعاه مدرب كبير الكابتن حسام. صحيح. وانا شايف برضه انا يعني بنحب ناخد الموضوع ايه خطوه. صحيح. طيب اسال حضرتك بما انه حضرتك وكيل اللاعب، بتشوف انه امتى يتحسم موضوع انتقاله سواء للنادي الزمالك او النادي المصري؟ مع نهايه الموسم ان شاء الله بقاء نادي اسوان ساعتها كل الامور تبقى. هل الاهلي انسحب من الكلام او ما كانش فيه كلام اصلا؟
لا هو النادي الاهلي ما انسحبش ولا حاجه، بس هي كلها امور خاصه بالقايمه واللعيبه وامور كده يعني، لكن النادي الاهلي ما انسحبش، النادي الاهلي اتكلم. وعلى فكره النادي الاهلي اول نادي اتكلم في الموضوع. اول نادي اتكلم في الموضوع. طيب اول نادي كان ليه رغبه يعني. طيب رغبه رسميه يعني، كلمكم مسؤول رسمي من داخل النادي الاهلي ولا مجرد كلام كده من المحبين؟ ها؟ لا طبعا يعني ما فيش حاجه، يعني المحبين بيبقى كلام رسمي. الاهلي لسه في الصوره، انما الاقرب وبيتكلم بشكل قوي هو الزمالك ومعاه النادي المصري، مظبوط كده يا كابتن عبد الحميد؟ انا كوكيل لاعب ورغبه شخصيه، انا نفسي الولد يروح النادي المصري. نفسك يروح النادي المصري علشان يبقى عنده فرص اكتر للمشاركه مثلا، ولا عشان ينور اكتر؟ عشان يبقى عنده فرص اكتر للمشاركه. طبعا انت عارف نادي الزمالك نادي كبير، وطبعا انا يعني انا مش هقول طبعا ان انا مش نفسي اروح نادي الزمالك، لا نفسي اروح نادي الزمالك، بس زي ما بنقول كل حاجه ولها وقتها. انا كان معايا تجربه السنه اللي فاتت برضه ايريك تراوري. وايريك تراوري بقى في اسوان، بعد كده انتهى المقص، دلوقتي في عروض جايه من السعوديه، عروض من الكويت. انا فهمت انت بتتكلم ايه، النطه القفزه ما تبقاش قفزه كبيره فتاثر عليه يعني، تبقى برضه عندنا تجارب ثانيه، لاعب سرير بيانا لاعب نادي الداخليه. وبرضه طلع شيري ستراسبور، ودلوقتي جاله عروض في بلجيكا. صحيح. الحمد لله يعني الامور تمشي تدريجيا افضل. طيب اللاعب كل فتره بيختلف خبرات يعني بيسال بلغه الكوره زي ما بيقولوا. صحيح. كابتن عبد الحميد عادل، بشكرك شكرا جزيلا، وكيل اعمال اللاعب سيسي، ومن قبل الكابتن نبيل ابو زيد، بشكركم شكرا جزيلا الحقيقه على المعلومات القيمه اللي انتوا اديتوها لنا. على ما يبدو ان حلقه اليوم هي حلقه الصفقات، مكالمه مهمه جدا صديقي العزيز كابتن بلال نظير وكيل اعمال اللاعب كاسونجو. يا سيدي الفاضل مساء الفل. الفل يا استاذ ابراهيم صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ دايما الحمد لله تمام. ربنا يخليك. يلا قول لي فين دلوقتي كاسونجو؟ خلصتوا خلاص؟ والله حتى الان الامور لم تحسم لاي نادي، وان كان في نادي الزمالك هو اقرب طبعا، لكن ما حدش عارف خلال الساعات اللي جايه ممكن يحصل ايه. لا ما تقوليش، ما تلاعبنيش نادي الاتحاد السكندري وافق على ال 15 مليون. ايه اللي حاصل؟ ايه اللي عطل الدنيا؟ ها؟ كاسونجو لم يوقع حتى الان. كاسونجو لم يوقع حتى الان؟ طيب لن يرتدي قميص نادي الزمالك؟ ولا ما حدش يقول كده طبعا. لا بمجرد ما توصل للاستغناء اللاعب يروح ويوقع، ما فيش اي مشكله خالص. ماشي، ما انا عارف، بس انتوا احمد مرتضى واستاذ مرتضى انتوا ما فيش اي مشكله خالص يعني. انتوا متفقين على كل حاجه. ما بيجيبش لاعب لا استاذ مرتضى ما بيجيبش لاعب مصري الا لما الاستغناء توصل النادي على طول. حلو قوي، انتوا كنتوا متفقين على كل حاجه. اللي يعني عطل المفاوضات دلوقتي كده او لا ما فيش يعني، هي لا شويه حاجات بسيطه كده وان شاء الله تخلص، ومجرد الاستغناء وتوصل للنادي استاذ مرتضى يجيب اللاعب وما فيش اي مشكله ان شاء الله يعني. لكن هذه طبيعه دكتور مرتضى يعني، ما بيخلصش لما بيمضيش لاعب الا لما الاستغناء بتاعته توصل. يعني توصل للاستغناء بتاعت اللاعب وبعدين يمضي اللاعب، صح كده؟ مظبوط. الاستغناء المفروض ايه اللي معطلها؟ دي حاجات بين الناديين يعني، المفروض يعني خلال بكره بعد ان شاء الله تكون الامور منتهيه باذن الله يعني. هل لسه في مفاوضات على الرقم؟ الامور شبه محسومه يعني، الامور شبه محسومه، لكن مساله وقت يعني. بنتكلم في وقت قد ايه؟ ممكن بكره ممكن بعده كده يعني. ممكن بكره ممكن بعده. طيب اذا كان نادي الزمالك يعني. اذا كان نادي الزمالك، هل الاهلي ظهر في الصوره تاني؟ احنا مش عايزين برضو الناس بنتكلم بتبقى تدخل في سكه مساومات، لكن هي يعني خلينا لحد اخر وقت. يا سيدي الفاضل دي مش مساومات، دي معلومات. دي معلومات كل حاجه لوقتها يعني. ايوه دي مش معلومه انت، دي حاجه ليك انت يعني، انا ما اقولهاش. لا ما انا بسالك انت، اخد منك انت المعلومه. انا بسالك اخد منك انت المعلومه. الاهلي موجود في الصوره دي معلومه. لا دي ما فيهاش مزايدات يعني خالص على الاطلاق. الاهلي ربنا يسهل. دي اجابه جديده دي، الاهلي موجود في الصوره ربنا يسهل. طيب بص، انا عارف ان انت يا عيني بتشتغل على خط النار في المفاوضات دي تحديدا يعني، فمش عايز اضغط عليك قوي. هي الازمه بس اللي جمهور نادي الاتحاد يعني فاكر ان الواحد واخد اتجاه معين، لكن احنا خالص احنا بنبص لمصلحه نادي الاتحاد زي ما بنبص لمصلحه النادي الطرف الاخر، سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي تاني. يعني هي القصه كلها ان انت بتحاول توفق الدنيا كلها لاقرب حاجه يعني. ايوه يا بلال، بس انا عايز اعرف ايه اللي عطل الدنيا يعني. الدنيا كانت ماشيه، مفيش عطل ولا حاجه يعني. فالدنيا ان شاء الله تخلص يعني باذن الله. طيب عارف ده طبيعي يعني، دايما اي صفقه كبيره فدايما بيبقى في شويه حاجات فيها كل نادي بيحاول ياخد اللاعب لحد اخر لحظه. ايوه اللي يخلص في الاخر.
الناس بص لك برضه، خد بالك الناس بص لك في الصفقه. لا انا قاعد مفيش حد باصص لي، انا قاعد باكل مفيش حد باصص لي خالص على كله. الف هنا الف هنا يا بلاد، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز ووكيل اعمال لاعب كاسونجو كابونجو. الحقيقه كلام يعني انا عارف انه ما اداش المعلومه قوي، بس انا باكد لحضراتكم برضه عشان حضرتك تبقوا فاهمين القصه. بنسبه كبيره هو في نادي الزمالك، والاختلاف على حاجات ليها علاقه بالمقابل المادي، والاختلاف على مجموعه اللاعبين الثلاثه اللي احنا لسه ذاكرين اسمهم دلوقتي نادي الزمالك عايز يدخلهم في الصفقه. فالكلام على القصه ديت مع نادي الاتحاد السكندري بعد ما كان الكلام ده مش مفتوح وكان الرقم هو 15 مليون جنيه، ده الكلام اللي بلال ما كانش عايز يقوله.